أديبة وناقدة وصاحبة إنتاج متنوع في الدراسات القرآنية. تاريخنا مليان حكايات، وحواء ليها دور كبير على مدار التاريخ. حواء النهاردة الدكتورة عائشة عبد الرحمن اتولدت في محافظة دمياط سنة 1913. والدها وجدها كانوا من علماء الأزهر، وجدها لأمها كان شيخ في الأزهر. دخلت الكتاب وحفظت القرآن الكريم. وقتها والدها كان رافض دخولها المدرسة. والدها كان ماشي على عادات وتقاليد معينة، ومن ضمن العادات دي ان البنت ما تخرجش من بيتها، وكفاية عليها الكتاب. ورغم صغر سنها اتحدت كل العادات والتقاليد، ودخلت المدرسة، وكمان دخلت الجامعة. اتخرجت من كلية الآداب قسم لغة عربية من جامعة القاهرة سنة 1939، واتجوزت كمان أستاذها في الجامعة دكتور أمين الخولي. ومش كده وبس، ده كمان كملت دراستها لحد ما خدت درجة الدكتوراه سنة 1950. ده كمان اللي كان بيناقشها في الرسالة الأديب العالمي دكتور طه حسين. وكانت هي أول سيدة بتعطي محاضرات في الأزهر الشريف، ومن أوائل السيدات اللي اشتغلوا في الصحافة، خاصة جريدة الأهرام، ده طبعا بعد مي زيادة. وكمان أخذت جائزة الملك فيصل في التفسير والدراسات الإسلامية، وفضلت تتدرج في المناصب الأكاديمية ومن منصب لمنصب لحد ما بقت أستاذ التفسير والدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة القرويين في المغرب. ودرست في 9 دول عربية مختلفة، وساهمت في تخريج علماء ومفكرين من تحت ايديها. دكتورة عائشة كتبت اكتر من 40 كتاب في الدراسات الفقهية والاسلامية والتاريخية، وكانت دايما بتنادي في كتاباتها للاسلام المعتدل. دكتورة عائشة عبد الرحمن لقبت ببنت الشاطئ بسبب حبها لشاطئ دمياط، المحافظة اللي اتولدت فيها. وكانت كمان بتكتب مقالاتها باسم مستعار، وتمضي في الاخر ببنت الشاطئ علشان توثق العلاقة ما بين مقالاتها وما بين القراء. 1 ديسمبر سنة 1998 توفيت عائشة عبد الرحمن وعمرها 85 سنة. وتكريما لها عملوا مدرسة بنت الشاطئ الإعدادية للبنات في محافظة دمياط. دكتورة عائشة عبد الرحمن رمز للمرأة العربية المسلمة المثقفة اللي اتمسكت بالثوابت الإسلامية مع حرصها الشديد على التطورات اللي بتحصل في المجتمع، لأنها كانت بتؤمن بأن الإسلام دين العلم والتقدم. رحم الله الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ.